جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا زينب. طب في اتصال آخر؟ طيب نكمل ألو. معها. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير. ممكن أقرأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. نعم أكملي لكن وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر على أحد قولوا أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أحمد. ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير. أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني من أجله. أسأل الله أن يشفي الشيخ أحمد مسلم. آمين. وأنا يشفي الشيخ أخويا عبد الله من العقدة من لسانه. آمين آمين يا رب العالمين. ينفع أقرأ؟ اتفضل. أختي هتقرأ ورايا. حسن اتفضل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. بارك الله فيك يا أحمد، جزاكم الله خير الجزاء. نكمل. طيب ضع المصحف الشيخ أحمد. طيب آخر سؤال وكده يعني نكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله تأكدنا إنك بالفعل ما شاء الله تحفظ القرآن كامل عن ظهر قلب، وكذلك تحفظ رقم الآية وهي موجودة في الصفحة رقم كام والجزء رقم كام واسم السورة والسورة ترى مكية أم مدنية وترتيبها كام في المصحف. فآخر سؤال نختبرك فيه يا شيخ أحمد قول الله تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الآية دي السورة اللي هي موجودة فيها اسمها ايه؟ سورة الشورى الآية 36. ما شاء الله. الجزء أيوة رقم الجزء 25. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. يعني واحد مش عارف يقول ايه. طب قول لنا سورة الشورى هل هي مكية أم مدنية؟ مكية. أحسنت بارك الله فيك. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كده احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا اختبرتك امام مشاهدينا الكرام فتحنا اي موضع في المصحف ما شاء الله يكمل ويعرف احكام التجويد، وكذلك كمان يعني هو يطبقها عمل وكمان يعرفها نظري. فمثلا يعني لو انا سالته في اي حكم من احكام التجويد هو يشرحه لي ازاي؟ عن طريقه يجيب لي الحروف بتاعته. فمثلا يعني مثلا الشيخ احمد مثلا اي حكم القلقلة، ما هي القلقلة؟ قطب الجد. أحسنت بارك الله فيك. طيب مثلا الإدغام، ما هو الإدغام؟ يرملون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب ما هو الإدغام بغنة؟ ينمو. نعم. طيب ما هو الإدغام بغير غنة؟ اللام والره والراء. نعم. طيب ما هو الإخفاء الحقيقي؟ الإخفاء الحقيقي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نستقبل هذا الاتصال. الحاج أم وفاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا مرحبا. مين؟ عامل ايه يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. ممكن اقرأ؟ اتفضلي يا شهد. بسم الله الرحمن. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شهد. بارك الله فيك. اتصال آخر. الحاجة أم وفاء. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود وفي ضيفك المعجزة الشيخ أحمد. ربنا يبارك فيك. ندعو الله أن يجعله ذخرا للمسلمين ولأهله يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. ويجعله سبب لدخول والديه الجنة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين آمين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه يا رب. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى خليك أدعي الأولاد يا شيخ محمود إن هم يحفظوا القرآن ويكونوا مثل هذا الشيء. أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكرا إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب احنا طبعا عاوزين نعرف أكيد تقييم أمهاتنا الأفاضل، فنعرف أول تقييم الحاج أم عماد في الشيخ أحمد مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أمي. مرحبا يا ابني. تفضلي يا أمي. ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير في نعمة والله. والله يعني ربنا يجازيك كل خير يا رب، وبارك الله فيك وفي والديك. آمين يا رب. وربنا يكرمك يا رب على النماذج الجميلة اللي بتجيبها لنا. آمين يا رب. الشيخ أحمد ابن الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه يا رب، ربنا يبارك فيه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال والحلاوة والروعة، سبحان الله العظيم. نعم تفضلي. هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. سبحان الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ربنا يبارك فيه ويبارك في أمه. نعم. أم الست يعني ربنا يبارك فيها يا رب العالمين ويجعلها في الفردوس الأعلى بإذن الله. آمين. وربنا يبارك في ابننا أحمد. ممكن أكلمه؟ نعم ماشي حسن. هو بس ممكن لا يعي ما تقولينه يا أمي. يعني سامحينا فقط ومشاهدينا الكرام يسامحونا. هو يمكن لا يدري ولا يعي. حتى أنا وأنا بتكلم هو لا يعي ما أقول. والله سبحان الله حياته كلها قرآن. إحنا اللي مرضى. نعم. والله إحنا اللي مرضى مش هو. أحسنت. ربنا يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض يا رب العالمين. في كل مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا أم حاجة أم عماد. نستقبل اتصال من فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فاطمة. ممكن أخويا يقرأ ورايا؟ حسنا تفضلي. ممكن أقرأ؟ تفضلي الأول يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جزاك الله خيرا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ أنا عبد الله. يا مرحبا يا عبد الله. أخي أحمد. نعم اتفضل يا عبد الله. نغطي يا شيخ محمود يا رب بس كل اللي يسمعوه يدعوني دعوة حلوة أوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ورب يشفي أحمد. آمين يا رب. أنا هسمع. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. جزاك الله خيرا. ولكن لا توجد صدق الله العظيم. اتصال آخر. السلام عليكم. أختي نورهان. وعليكم السلام. يا مرحبا. ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما شاء الله لا قوة صدق إلا بالله. الله العظيم. جزاك الله خيرا. وأنا كما قلت قبل ذلك لا توجد صدق الله العظيم، فقط انتهي من الآية وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، احنا دلوقتي اتأكدنا يعني هو ما شاء الله الشيخ أحمد يحفظ القرآن كامل عن ظهر قلب، ويحفظ رقم الآية ورقم الصفحة إلى آخره. أما الآن بقى فنريد أن نعرف إن الشيخ أحمد هو كمان في حاجة مفاجأة كمان، بس هي فعلا بجد أو ما تعرفوها هي دي المفاجأة. إلا وأنا قلت له رقم الآية ممكن هو يجيب لي الآية نفسها ويقرأ لي الآية، هنعرف ده ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا سامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه